بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن هي تجربة يعني ما أعتقد هي مكلفة، ولكن تقدم في شيء كل كبير للأطفال واللي هو جهاز الداتا شو. يعني أنا ما أقول يعني جهاز ما يكلف، هو حتى لو كل مدرسة تتعاون ما بيناتها لشرائه تقريبا يتوفر للمدرسة، وهذا يقدم أشبه بمختبر أو أشبه يعني بمعلم ثاني للحروف الإنجليزية العربية الأرقام كذا كذا، وهذا يسرع للطالب عملية الحفظ، لأن الطالب يعشق شيء اسمه شاشة وكذا وكذا. أنا اليوم في مدرسة اللي هي مدرستي أنا معاون بها، جبت هذا الجهاز يعني أريد أسرع، لأن أنا في منطقة الغسق في ناحية الدجيلي اللي تبعد أكثر من 30 كيلو عن قضاء الكور، منطقة يعني ما أريد أقول بها ناس متعلمة، بس الأغلب هي فلح والناس ما تقرأ تكتب، بحيث الأب ما يقدر يقرأ ابنه، الأم ما تقرأ، فعندنا معلمين وكادر يشهد الله عليهم خاصة الصف الأول. بس فضلت أنا أجيب هذا الجهاز، وبصراحة قبل شوية شغلته لأول مرة شفت تفاعل مو طبيعي. تعالوا وياي خلينا نشوفكم في شيء بسيط وتشوفون مدى تفاعل هؤلاء الأطفال اللي هم صف واحد، يعني تفاعل مو طبيعي. خلينا نشوف باختصار الوقت، راح أشغل لهم إياه، طبعا هو على طريقة الدكتور. يلا حبايبي يا أطفال يلا. هذا يا حروف يلا وياه. أنا شغل لهم بعد كل استراحة أفلام كرتون بحيث يتفاعلون وياه. هذه الصوت وهاي تجربة أتمنى تتعمم بالمدارس، أتمنى يعني أن يصار من قبل وزارة التربية جهاز ما يكلف ورقة في كل مدرسة، تختصر وقت للمعلم تعليم الطالب، وخاصة بالمناطق النائية، هو عن طريق البلوتوث. شيء عظيم نقدمه وصدقة جارية العفو ما بعدها من صدقة. أنا أشكر الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة لكل من يعمل بهذا الشيء. شيء جميل أن نزور هذول الأطفال، وذول راح يدخلون وإن شاء الله هاي التجربة ينقلوها من جيل إلى جيل، وبالتالي نبقى احنا صانعين الحرف الأول في العراق. شكرا جزيلا.